شباب تالتة اعدادي ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا احنا اخدنا في كل الجروبس امتحان على يونت 1 بالكامل، واتفقنا ان احنا بعد ما نخلص هنحله سوا، وبرضه هعمل لك ريفيجن وانا شغال على اسئله تانية ممكن تكون مش معانا هنا في الاكزام، بس ممكن تجينا في اي اكزام تاني. وده اكزام بسيط جبته من كتاب المعاصر. طبعا احنا مش متعودين على المعاصر، احنا متعودين ان احنا بنجيب اسئله من كل حته، من كتاب المدرسه ومن كتب مختلفه ومن اسئله قديمه ومن كل الكلام ده. بس المره دي انا جبت لك الكويز او الامتحان الجنرال على يونت 1 من المعاصر. فتعالوا واحده واحده كده نحاول نحله ونعرف الاجابات بتاعتنا، عشان كل اللي اخد درجته يبقى عارف الدرجه دي جبتها له ازاي وجبتها منين وعلى اساس ايه وكل التفاصيل. وانا غلست عليكم في التصحيح عشان تبدا تتعود ان احنا ممكن اللي بيصحح لنا يكون مش ابسط حاجه، ممكن حاجات كتير احنا نبقى عاملينها وسط كده مش صح قوي ومش غلط قوي، في ناس ممكن تفوتها لكن في ناس تانية ممكن ما تفوتهاش. فانا عشان كده غلست عليك وانا بصحح لك في درجتك عشان تبدا تتعود على ان انت تكتب احسن حاجه ممكنه. طيب واحده واحده تعالوا نبدا يلا. انا عندي question 1 بيقول لي scientific term، يعني هو هيديني definition، انا هحاول اعرف ايه الديفينيشن ده. The distance covered in a certain direction between the starting point and the ending point. يبقى انا دلوقتي عندي حاجتين، انا عندي direction وده حاجة مهمة اهو، بلس كمان معايا الديستانس بتاعته. ايه ده يا مستر؟ ده الديستانس دي سكيلر فيزيكال كوانتيتي وكمان سكيلر ومعاها دايركشن او موجود في دايركشن معين، يبقى ده على طول ديسبليسمنت. يبقى ده على طول ديسبليسمنت، هي ديستانس معينه بس في خلال دايركشن معين. طيب اللي بعده ده change of an object position. انا كنت واقف هنا قررت ان انا اتمشى واروح لحد هنا، يبقى انا غيرت البوزيشن بتاعي، وطبعا الموضوع ده اخد وقت. يبقى انا كده عملت ايه؟ انا كده عملت موشن، انا كده عملت حركه، عملت موشن. واحنا لو نفتكر الموشن دي كان انا اقدر اعمل لها describe من خلال تو فاكتورز مهمين جدا. الشباب اللي هتفتكر من خلال الديستانس ومن خلال التايم. ديستانس وتايم، السؤال ده ممكن ما يكونش هنا بس بيجي كتير. يبقى ايه هما التو فاكتورز المهمين جدا تو ديسكرايب اني موشن؟ يبقى الديستانس والتايم. تكير من البوينت دي ارجوك. طيب the amount of a change in the object speed. change in object speed، كلمة change يعني دلتا، كلمة تشينج يعني دلتا. طب دلتا ايه؟ in object speed يبقى دلتا في. طب وبعدين in 1 second يعني over time. هو ايه يا مستر اللي القانون بتاعها دلتا في over t؟ على طول acceleration. يبقى لغاية دلوقتي كل حاجة سهلة وبسيطة، وعلى فكرة الأسئلة بتيجي كده بالملي بالملي. اوكي ده measuring unit of acceleration. ايه ده؟ هو انا ممكن يجيب لي في scientific term measuring unit؟ يس ممكن يجيبها لك، ممكن يجيبها لك كومبليت، ممكن يجيبها لك ترو اور فولس، 100 طريقه. طب تعالوا نفتكر كذا ميجرنج يونت عشان هنستخدمهم كتير. هو انا الاكسلريشن اصلا الرول بتاعنا ايه؟ ما انت لسه كاتب لي يا مستر ان هي ايكوال دلتا في اوفر التي. طب الدلتا في دي، الفي دي اصلا بتتقاس بايه؟ الميجرنج يونت بتاعتنا بايه؟ بتكون متر بير سكند او كيلومتر بير اور. طب التايم يا سكند او اور، فبالتالي متر بير سكند اوفر سكند يبقى هيكون متر بير سكند باور 2 او كيلومتر بير اور باور 2. طب يا مستر هو انا امتى بشتغل بده وامتى بشتغل بده؟ على حسب الجيفن اللي هو مديهولك. لو كل شغله بالمتر وبالسكند يبقى هنكملها بمتر بير سكند ومتر بير سكند باور 2. لو هو بادئ، وده بيبقى اكتر في العربيات اللي بتتحرك بكيلومتر في خلال اور معينه، يبقى انا بشتغل باليونتس الكبيره وبتبقى بالكيلومتر بير اور لو انا بتكلم على السبيد، وكيلومتر بير اور باور 2 لو انا بتكلم على الاكسلريشن. حلو الكلام ده يا مستر. طب يلا ندخل في اللي بعده عشان الناس اللي عندها مشكله كبيره في جو الجرافس. اول حاجه لازم وانت بتتكلم على الجرافس لازم نعرف هي ريليشن بتوين ايه وايه. ده اول حاجه وعلى اساسه بنبدا نفكر. تاني حاجه هو انا يا مستر الريليشن طلعت لي ايه في الاخر؟ ونبدا واحده واحده نشوف هو محتاج مني ايه. يبقى انا عندي فيه سبيد وتايم، عندي فيه ديستانس وتايم، عندي فيه ديستانس وتايم، عندي فيه سبيد وتايم. يبقى انا عندي اكتر من حاجه.
انا عندي اكتر من حاجه، فواحده واحده عشان نعرف هو محتاج مني ايه. بيقول لك اول حاجه احنا عندنا هنا كل حاجه عايزين نعبر عنها بالجراف اللي يناسبها. An object moves at uniform speed. يعني ايه كلمة uniform speed؟ يعني الشخص ده بيتحرك بمعدل سرعة ثابت. بيتحرك بمعدل سرعة ثابت، يعني في حركة، يعني الراجل بيمشي بس بمعدل ثابت، يعني الشخص ده مش واقف في مكانه، الشخص ده مش قاعد على كرسي ما بيتحركش، لا الشخص بيتحرك بس بيتحرك بمعدل ثابت. طب مين هنا اللي بيتحرك بمعدل ثابت؟ والله ده سبيد وتايم. بص انصحك نصيحه، اول حاجه اكتب لي على جنب كده انا الاكسلريشن يا مستر عندي ايكوال دلتا في اوفر تي، يبقى بنسبه كبيره الجراف اللي بيعبر لي عن الاكسلريشن بيكون جراف ما بين السبيد وما بين التايم. طب تاني حاجه هو السبيد ايكوال ايه؟ ايكوال ديستانس اوفر تايم. فبنسبه كبيره التعبير اللي انا هعبر بيه عن السبيد هيبقى جراف ما بين الديستانس والتايم. طب واحده واحده كده، انا عندي الاوبجكت بيتحرك بيونيفورم سبيد. طب ده يا مستر سبيد وتايم وبتتحرك بمعدل متغير، بيتحرك بشكل يونيفورم، يبقى ده مش يونيفورم سبيد. يونيفورم سبيد قدامي حاجه من الاثنين، يا اما جراف هنا في اليونيفورم سبيد، يا اما جراف ديستانس وتايم وهيكون straight line passing through the origin، او ما بين سبيد وتايم وانا لسه بقول السبيد عندي بتتحرك بمعدل ثابت، يعني هو واخد فاليو ثابته، واخد السبيد ليها فاليو ثابته ما بتتغيرش عنها. طب مين موجود هنا؟ يا مستر اهو ده سبيد وتايم وفعلا واخد فاليو ثابته ما بيتغيرش عنها، عشان هو بيتحرك بيونيفورم اكسلريشن، او بيني وبينك كده ان هو بيتحرك بكونستانت سبيد. بيونيفورم سبيد يعني بيتحرك بكونستانت سبيد. يعني ايه كونستانت سبيد؟ يعني ما بيتغيرش، واخد فاليو ثابته. الراجل مشغل مثبت السرعه عنده في العربيه على مثلا 80، السرعه يبقى ماشي 80 وطول الطريق ماشي 80، الوقت بيتغير لكن السرعه ثابته. ده معنى كلمه يونيفورم سبيد. يبقى انا اول واحده هتكون عندي دي. اللي بعده an object move with يونيفورم اكسلريشن. طالما قال لك اكسلريشن يبقى لازم ده جراف اكسلريشن، يبقى لازم ده جراف بتوين السبيد والتايم. طب مين عندي هنا سبيد وتايم؟ اول واحده واخر واحده. طب اخر واحده دي خلاص انا عرفت ان هي يونيفورم سبيد. يعني ايه؟ يعني سرعه ثابته مش بتتغير. طيب يونيفورم اكسلريشن يعني السرعه عماله بتتغير. نيجي نبص هنا يا مستر ده سبيد وتايم والسرعه عماله بتتغير بمعدل ثابت، يبقى على طول اللي بعده هيكون ايه؟ شكرا. طيب اللي بعده an object move at an irregular speed. يعني ايه irregular؟ يعني بتتحرك بمعدل مش ثابت، ايا كان عمال بيزيد ويقل يزيد ويقل يزيد ويقل وهكذا. مين فينا اللي كده؟ هي سي. يبقى الموضوع سهل خالص. اخر حاجه اوبجكت ات ريست، الراجل ده اتحرك من اول البيت لغايه ما راح للمدرسه وفضل قاعد في المدرسه طول اليوم. ايه؟ فضل قاعد في المدرسه طول اليوم، فضل ثابت على الكرسي طول اليوم، فضل ما بيتحركش طول اليوم. يبقى ده هيكون اوبجكت ات ريست وهو جراف بي. اللي بعده تعال نشوف ايه البروبلم دي. If a car takes 4 hours on its journey and its speed at the first hour is 100 km per hour and at the second and the third is 80 km per hour and in the fourth hour is 40 km per hour. انا فهمت هو بيعمل ايه هنا. هو بيقول لك الراجل ده الرحلة بتاعته اخدت كلها على بعض 4 ساعات. يبقى هو المرة دي ما ادالكش كل حتة لوحدها، لا هو قال لك الراجل ده اخد 4 ساعات في مشواره في السفرية بتاعته. اول ساعة كان ماشي بالسبيد دي، تاني ساعة كان ماشي بالسبيد دي، تالت ساعة كان برضو ماشي بالسبيد دي. طب رابع ساعة لا سرعته قلت وبقى ماشي بالسبيد دي. طيب حلو الكلام. calculate the average speed. قبل ما نشوف هنعمل ايه، هو الافرج سبيد اللي هي الفي وعليها بار من فوق ايكوال ايه؟ والله يا مستر انا عارف ان السبيد عندي او الافرج سبيد عندي ايكوال توتال ديستانس اوفر توتال تايم. طيب انا عارف التوتال تايم اهو اللي هو الوقت اللي اخده في الجيرني كلها في الرحله كلها، ده التوتال تايم. طيب انا محتاج دلوقتي التوتال ديستانس، هل هي موجوده؟ لا يا مستر. انت لو تاخد بالك انا عندي السبيد
سبيد وعندي التايم، لكن انا ما عنديش خالص الديستانس. طيب لو نعرف من خلال رول بيقول لي ان الفي ايكوال ان السبيد ايكوال ديستانس اوفر تايم، وانا عندي السبيد وكمان عندي التايم، يبقى اقدر اجيب الديستانس طبعا بمنتهى السهوله. تعالوا نعمل التراينجل بتاعنا الفي ايكوال ديستانس اوفر تايم، ونبدا نجيب الديستانس عند كل ساعه. انا عندي اخد 4 ساعات، كل ساعه كان ماشي بسبيد معينه، نبدا نجيب الديستانس، نبدا نجيب كل واحده لوحدها وبعد كده نجيب التوتال بتاعهم. طب يلا تعالوا نجيب ديستانس 1 اللي هي بتاعت اول ساعه ايكوال V1 تايمز T1. طب انا الفي 1 عندي اول ساعه كان ماشي بكام؟ 100 كيلومتر بر اور. التايم اخد من وقت قد ايه؟ السرعه دي كان ماشي بيها مده قد ايه؟ 1 اور، يبقى هتديني في الاخر 100. طب هو انا هنا بجيب ايه؟ انا بجيب ديستانس. طب الديستانس الميجرنج يونت بتاعتها ايه؟ يا مستر يا متر يا كيلومتر. بحدد بناء على ايه؟ بناء على الارقام اللي احنا ماشيين بيها والميجرنج يونت اللي احنا ماشيين بيها. طب انا كل شغلي بالكيلومتر، يبقى ده الديستانس الاولى هتكون 100 كيلومتر. طب يلا نجيب نفس المنوال بقى. الديستانس الثانيه، والله يا مستر انا في الساعه الثانيه الراجل ده كان ماشي بسبيد 80 كيلومتر بر اور، يبقى V2 تايمز T2، ولازم تكتبها بالتفاصيل كده عشان اتفقنا ان احنا اللي بيصحح مش عارفينه، فلازم نعرفه كل التفاصيل ونعرفه ان احنا فاهمين كويس جدا جدا جدا. طيب يبقى انا عندي 80 تايمز الساعه الثانيه ايكوال 80 كيلومتر. طب اللي بعده الدي 3، هي السبيد الثالثه او السبيد في الساعه الثالثه كانت ايه؟ ما احنا اتفقنا ان هو في الساعه الثانيه والساعه الثالثه كان ماشي بسبيد واحده، يبقى برضو V3 تايمز T3 ايكوال 80، والوقت اللي كان ماشي بيه كان 1 اور، يبقى هتديني في الاخر 80 كيلومتر. طيب الديستانس الرابعه اللي هي بتاعت الساعه الرابعه، يبقى ايكوال الفي بتاعت الساعه الرابعه في التايم بتاع الساعه الرابعه، يبقى ايكوال السبيد بتاعت الساعه الرابعه كانت كام؟ 40 يا مستر، وانت قلت ايه؟ الساعه الرابعه، يبقى التايم 1 اور ايكوال هتديني في الاخر 40 كيلومتر. طيب يبقى انا بمنتهى السهوله اقدر اجيب التوتال ديستانس ولا لا؟ طبعا، ما انا عندي الديستانس الاولى والثانيه والثالثه والرابعه سهله، يبقى توتال ديستانس اللي هو اخده المسافه الكامله اللي هو اخدها في الاربع ساعات، ده بلس ده بلس ده بلس ده 100 بلس 80 بلس 80 بلس 40. نيجي نبص ونحسبها على الكالكليتر هتديني كام؟ ثواني اجيب الكالكليتر عشان يبقى كل حاجه قدامنا. تمام، يبقى احنا كده هنجيب التوتال ديستانس. طب انا التوتال تايم عندي كام؟ والله يا مستر انا التوتال تايم عندي اللي هو الاربع ساعات اللي هو 4 hours. طيب ما الموضوع سهل خالص، نيجي هنا نجيب له الافرج سبيد اللي هو توتال ديستانس، ولازم تكتب توتال ديستانس وتوتال تايم، ما ينفعش تسيبها لي كده، ما ينفعش تسيبني انا اتوقع. حلو الكلام؟ طيب احنا هنا عارفين ان هو 300 كيلومتر اوفر التوتال تايم اللي هو 4، يبقى هتديني 75. وما ننساش ان دي سبيد، فبالتالي ليها ميجرنج يونت، فبالتالي هتكون كيلومتر بير اور. شكرا. طيب تعالوا ندخل على question 2. choose the correct answer او choose the correct answer. تمام. the opposite graph represent the movement of a bicycle has got a hole in one of its tires and it took not minutes to be repaired. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي في عربيه ماشيه على الطريق، للاسف الكاوتش اتخرم وهو ماشي، فالراجل ده وقف وقت معين عشان يصلح الكاوتش وبعد كده يكمل طريق. هو بيقول لك الوقت اللي اخده ده كان قد ايه؟ والله يا مستر انا عندي ده جراف ما بين الديستانس والتايم، واتفقنا اول حاجه ابص عليها هو الريليشن بتوين ايه وايه، بعد كده نبص على الجراف بتاعنا. هو الراجل ده بدا من الريست، كان ماشي بسرعه قليله، بعد كده ماشي بسرعه عاليه، بعد كده هنا راح وقف خالص. عرفت منين يا مستر؟ اهو يعتبر اتريست، يعتبر ثابت في مكانه لغايه هنا.
يبقى ده الوقت اللي كان بيصلح فيه. طب تعالى نشوف هو واقف من عند كام. ده واقف من عند 40 لغايه 80. يبقى المده دي ما بين ما خلص وما بين ما ابتدى 80 ماينس 40 يبقى هتديني 40. طب 40 ايه المره دي؟ 40 ايه؟ ده بيسالني بالمينتس. طب هل انا بشتغل بالمينتس؟ هشوف هو اللي بيحدد لي. يا مستر ده التايم هو اصلا شغال بالمينت. طب هل ينفع؟ براحته عادي ينفع. ما التايم ممكن يتقاس بالسكند وبالاور وبالمينت وبكل حاجه، تمام. لكن دي مش هتاثر معانا، لكن دي مش هتعمل معانا اي حاجه. ليه؟ عشان هو عايز الاجابه بالمينت، وهو كده كده كان شغال بالمينت، فاتس اوكي مفيش اي مشكله. يبقى 80 الوقت اللي انتهى فيه ماينس الوقت اللي بدأ فيه كان 40. 40 ايه؟ 40 مينت. يبقى هي دي الانسر المظبوطه. اللي بعده if the relative speed of a car is 60 km per hour. حلو، يبقى دي الريلاتيف سبيد يا شباب. relative to an observer in another car moves in the same direction. الجمله دي very important. in the same direction at 40 km per hour. يبقى دي الobserver speed. therefore the actual speed of this car is. طيب انا هنا لو تفتكروا الريلاتيف سبيد انا عندي فيه 3 رولز، 3 قوانين. طيب بحددهم بناء على ايه؟ بحددهم بناء على الدايركشن بتاع الاوبزرفر. طب الاوبزرفر هنا اهو بيتحرك فين؟ يا مستر ده ان سيم دايركشن، في نفس اتجاه. طيب يبقى نكتب الرول بتاع ده سيم دايركشن. انا عارف ان الريلاتيف سبيد هكتبها لكم فوق هنا، الريلاتيف سبيد ايكوال ذا اكشوال سبيد ماينس عشان ده سيم دايركشن ماينس ذا اوبزرفر سبيد. طب انا عندي ايه يا مستر؟ انا عندي ريلاتيف وعندي الاوبزرفر، ناقصني الاكشن. طب تعالى نعوض بالارقام اللي معانا. ده ريلاتيف سبيد 60، يبقى انا 60 كيلومتر بير اور ايكوال ده اكشوال سبيد اللي انا محتاجها اصلا ماينس الاوبزرفر سبيد اللي هو قايل لي عليها 40 كيلومتر بير اور. كده انا كتبت الرول. طب انا دلوقتي عايز احسب الاكشوال سبيد. بعمل ايه؟ لازم تكون لوحدها ماث. يبقى ناخد اللي جنبها بره بالاوبوزيت ساين بعكس الاشاره بتاعتها. يبقى هتكون 60 بلس 40 يبقى هتكون 100 كيلومتر بير اور. يبقى هو ده الاكشوال سبيد بتاعتنا. تمام. اللي بعده a car moves at a speed 20 meter per second. تمام. يبقى العربيه بتتحرك بالسبيد دي. then its speed changes to 30 meter per second. يبقى هو كان ماشي بسرعه، بعد كده السرعه اتغيرت. طالما حصل في تشينج في السبيد تبدا تظهر عندي الاكسلريشن. في تشينج في السبيد في اكسلريشن، مفيش تشينج في السبيد مفيش اكسلريشن. عشان كده اليونيفورم سبيد اللي هو بيني وبينك كده ان هو كونستانت سبيد ده ملهوش اكسلريشن. ليه؟ عشان ما حصلش اي تغيير في السرعه، فبالتالي مفيش اكسلريشن. طب تعالى نكمل سؤالنا. within 5 seconds therefore the acceleration by which the car moves equal نقط. طب ده سؤال صريح. acceleration انا عارف ان الاكسلريشن عموما equal v2 minus v1 over التايم. ال v2 دي السرعه اللي انا انتهيت بيها minus ال v1 السرعه اللي انا بدات بيها over التايم اللي انا اخدته عشان يحصل التغيير ده. طب انا ال v2 عندي بكام؟ والله يا مستر ال v2 عندي ب 30 اهو minus ال v1 عندي بكام؟ ب 20 اوفر قد ايه؟ اوفر التايم اللي هو 5 سكند هيبقى 10 اوفر 5 يبقى 2 متر بير سكند باور 2. يبقى هي دي عشان انا بقيس اكسلريشن يبقى متر بير سكند باور 2 مش متر بير سكند بس، دي سبيد ماليش دعوه بيها دلوقتي. طيب نقط are examples of vector physical quantities. والله يا شباب تعالوا نفتكر الفيكتور فيزيكال كوانتيتيز. الفيكتور فيزيكال كوانتيتيز دي هي فيزيكال كوانتيتيز ليها ماجنتيود ودايركشن، ليها ماجنتيود ودايركشن، ليها ماجنتيود ودايركشن. لكن السكيلر ماجنتيود فقط، ماجنتيود فقط. يبقى مين هنا اللي فيكتور فيزيكال كوانتيتي؟ الفيلوسيتي والسبيد؟ لا، عشان ده واحد سكيلر واحد فيكتور. طيب التايم والفورس نفس الكلام؟ لا، عشان ده واحد وواحد. طب الديستانس وتايم ديستانس ويت؟ لا، عشان ده سكيلر وده فيكتور. طب ايه اللي فاضل؟ ديسبيسمنت وفيلوسيتي. هي دي الاجابه المظبوطه عشان الاثنين دول يعتبروا فيكتور فيزيكال كوانتيتي. السؤال ده يا شباب لازم هيجي لك يا تشوز يا اما اود وورد زي ما احنا متعودين دايما. طيب ايه كمان يا مستر؟ تعال نشوف اللي بعده.
give reason. The car A which covered 60 meter in 6 seconds. يبقى أنا عندي distance وعندي time. is faster than the car B which cover 64 meter in 8 seconds. يبقى انا عندي distance 2 وتايم 2. بيقول لك ليه العربيه الاولى اسرع من الثانيه، او ليه العربيه الاولى faster than العربيه الثانيه. ده انت لسه حتى بتقولها يا جدع، faster than اسرع. ليه اسرع؟ فانت لازم تقول له انا عندي distance وتايم اقدر اجيب من خلالهم speed of car A. speed عشان في ناس في السيشنز في مجموعه من الجروبس كانوا بيكتبوا لي الافرج سبيد. انا مالي ومال الافرج سبيد؟ هنا انا بجيب سبيد عاديه خالص، عندي ديستانس وتايم بجيب لها السبيد بتاعتها. يبقى انا عندي كار ايه الديستانس بتاعتها 60 والتايم بتاعها 6. شكرا. يبقى السبيد ايكوال ديستانس اوفر تايم، يعني ايكوال 60 اوفر 6، يعني ايكوال 10 متر بير سكند. يبقى ده كار ايه. وبعد كده اجيب له وايل سبيد اوف كار بي ايكوال ديستانس اوفر تايم. الديستانس التاني عندي 64 اوفر التايم اللي هو 8 سكند، هتديني 8 متر بير سكند. فبالتالي عشان كده كار A 10 متر بير سكند، كار B 8 متر بير سكند. يبقى عشان كده كار A is faster than كار B. شكرا. السؤال واضح. ديستانس وتايم اكيد هو مش بيديك الديستانس والتايم بيغلس عليك، بيديك الديستانس والتايم باي لوجيك عشان تجيب له السبيد. شكرا. اللي بعده the object which moves at a uniform speed the acceleration equal 0. ليه يا جماعه؟ هو انا اصلا الاكسلريشن عندي بتظهر امتى؟ مستر انا الاكسلريشن بتظهر عندي لما يحصل فيه تشينج في السبيد. طب انا عندي دلوقتي الاوبجكت بيتحرك بيونيفورم سبيد، بيني وبينك كونستانت سبيد، بيني وبينك يعني سرعته ما بتتغيرش، يبقى على طول مفيش اكسلريشن. فبيجي يقول لك ليه اللي بيتحرك بيونيفورم سبيد الاكسلريشن بتاعته بزيرو؟ على طول طالما الاكسلريشن بزيرو يبقى الشخص ده سرعته ثابته ما بتتغيرش. يبقى because there is no change in speed. عشان كده طبعا الاكسلريشن ايكوال 0. لو ناصح يقول له ان الاكسلريشن ايكوال v2 minus v1 اوفر التايم، وانا عندي هنا ال v2 ايكوال v1، فعشان كده عندي الاكسلريشن ايكوال 0. اللي بعده what happens when a car driver presses the brakes. الراجل ده داس فرامل for stopping لغايه ما وقف. حاول تعمل زي ما انا بعمل كده بالقلم وتمشي ورا كلمه، ما تخمنش، امشي ورا كلمه وكل كلمه تقراها قول انا كده هو الراجل ده يقصد كذا. الراجل ده بريسز ذا بريكس داس فرامل، يعني سرعته هتقل بس ما قالكش هتقف. لو قال لك هتقف هيكملها. بعد كده فور ستوبنج، لا كده قال لي ان هو فعلا هيقف، يبقى هو داس فرامل لحد ما وقف. his car after a certain time. يبقى انت عندك الراجل ده let's say ادي العربيه كانت ماشيه ب 100 كيلومتر بير اور، بعد كده داس فرامل فالعربيه بقت ماشيه ب 0 كيلومتر بير اور، بمعنى اصح ان هو وقف تماما. هو ده اللي بيسال عنه. طب هنا ايه المفهوم او ايه المقصود هنا؟ بيقول لك وات هابنز، امتى؟ يعني وات هابنز ايه اللي هيحصل لما الراجل كان ماشي كده بقى ماشي كده. اولا ممكن نقول له حاجتين هنا، ممكن نقول له its final speed equal 0، دي اول نقطة. واقول له تاني حاجة and then the car العربية is described as a negative acceleration or ان انا بوصف العربيه دي ان هي بتتحرك بنيجاتيف اكسلريشن اور ديكسلريتنج موشن. يبقى انت كتبت له كل حاجه ممكن تبقى عنده في الموديل انسر. كتبت له ان الفاينل سبيد بزيرو، كتبت له ان هو بيتحرك بنيجاتيف اكسلريشن عشان داس فرامل، كتبت له ان النيجاتيف اكسلريشن دي هي ديكسلريتنج موشن. انا كده حاوطته بكل الاجابات الصح.
فمستحيل يطلع لي اي حاجه غلط. طب يلا بينا ننتقل الى question 3. Complete the following statements. The result of multiplying speed of a moving object by time. انا عندي دلوقتي السبيد equal distance over time. طب تعالوا نكتب التراينجل بتاعنا. ادي يا مستر التراينجل speed equal distance over time. طب هو بيقول لك بقى ايه اللي هيحصل لما اعمل multiplying للفي تايم التي. مستر هيديني الديستانس بمنتهى السهوله من خلال التراينجل اللي قدامنا. يبقى احنا ما بنحفظش. فيكتور فيزيكال كوانتيتي is the quantity that has. لسه قايلينها انا عندي نوعين من الفيزيكال كوانتيتيز. اي حاجه كان بي ميجرد، اي حاجه ممكن تتقاس لازم يكون ليها فيزيكال كوانتيتي او احنا بنسميها فيزيكال كوانتيتي. الفيزيكال كوانتيتي هي anything can be measured. ده اول حاجه. طيب هو اي حاجه يا مستر بتتقاس كلها نفس النوع؟ لا، اتفقنا ان انا عندي الفيزيكال كوانتيتيز نوعين، يا اما فيكتور يا اما سكيلر. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ السكيلر هي حاجه ليها ماجنتيود فقط، حاجه ليها فاليو فقط. زي ايه؟ زي طولك، زي الماس بتاعتك، زي التايم اللي انت بتاخده عشان تتحرك من مكان، زي حاجات كتير قوي، زي السبيد بتاعتك، حاجات كتير قوي لازم تحفظ الاكزامبلز بتاعتها. طيب الفيكتور فيزيكال كوانتيتي هي حاجه ليها حاجتين، عندها حاجتين. ايه هما؟ اللي شاطر يقول لي ماجنتيود ودايركشن. ماجنتيود ودايركشن، يبقى هو ده اللي بيسأل عليه، ماجنتيود ودايركشن. يا شباب الناس اللي كتبت لي اكزامبلز هنا، انا مالي ومال الاكزامبلز؟ هو لو عايز منك اكزامبلز كان قال لك قول لي 2 اكزامبلز للفيكتور فيزيكال كوانتيتي، ساعتها يا عم قول له الفورس، قول له الويت، قول له الاكسلريشن، قول له الديسبيسمنت براحتك. لكن هنا هو بيسأل على الديفينيشن بتاع the vector physical quantity. It's a physical quantity that has magnitude and direction. اللي بعده the measuring unit of displacement. سهلة، ما هي displacement دي هي مسافة، بس هي فيكتور، هي مسافة في اتجاه معين، فبالتالي هتكون بالمتر أو الكيلومتر. The measuring unit of mass is يا جرام أو كيلوجرام. الموضوع very simple، الموضوع very simple. اللي بعده average velocity. ايه ده؟ هو دي حاجة غير الافريج سبيد؟ شبهها، بس هو حاول يلخفنك سيكا. طب هو الافريج سبيد ايكوال ايه؟ ايكوال total distance over total time. total distance over total time. طب يبقى الافريج velocity سهلة، displacement over total time. يلا نشوف هنا عايز مني ايه. الموضوع لغايه دلوقتي سهل بسيط خالص. compare between speed والvelocity. ده انا عندي هنا حاجه scalar physical quantity وحاجه تانية vector physical quantity. السبيد عندي equal distance over time، الفيلوسيتي عندي equal displacement over time. هو ده اللي انا هكتبه هنا. يبقى السبيد it's the rate of change of distance. طب هنا نفس الكلام، the rate of change of displacement. اول ما تقرا كلمه the rate of change عشان تبقى انت معايا طول الوقت، اول ما تقرا كلمه the rate of change ادي خط واعمل تي. لو قال the rate of change of displacement يبقى دي over t. لو قال the rate of change of displacement شد خط يبقى displacement over time، وهكذا عشان تبقى طول الوقت دماغك شغاله. طيب the distances covered by a moving object through different times are recorded in the following table. distance وتايم. يبقى انا دلوقتي عندي جراف نعمله هنا عشان يبقى اوضح ما بين الديستانس والتايم، وقال لك هم عملوا ريكوردد لبعض الترايلز، لبعض المحاولات حسبوا لها ديستانس معينه وتايم معين. ادي الديستانس اهي، ادي التايم اهو. هو بيقول لك ايه؟ represent the relation graphically. يعني اول حاجه محتاجنا نرسمها، ادي 10 20 30 40 50 60 وهكذا. طيب القصه دي حصلت في تايم قد ايه؟ ما تنساش التايم دايما على الاكس اكسس، التايم دايما على الاكس اكسس، التايم دايما على الاكس اكسس. وما تنساش حاجه مهمه، الديستانس هو مديك ان هي بتتقاس بالمينت، اكتب لي هنا ده مينت،
هنا التايم بالسكند، اكتب لي هنا السكند، ما تنساش عشان الحاجات دي بعض النقط بسيطه بس ستيل مهمه جدا. التايم عندي 5 10 15 20 25 30. لما نيجي نرسمها هنلاقي الستريت لاين بتاعي عامل كده. يبقى احنا عملنا اول حاجه رسمناها. تاني حاجه كالكوليت ذا اوبجكت سبيد. طب هو الاوبجكت سبيد يا مستر عندي ايكوال ايه؟ ديستانس اوفر تايم. هات لي يا عم اي ديستانس وهات لي التايم بتاعها. لما نيجي نجيبها هتلاقي مثلا ليتس سي الديستانس عندي ب 10 والتايم عندي ب 5، يبقى ايكوال 10 اوفر 5، يعني هتديني 2 متر بير سكند. وما تنساش الميجرنج يونت هي الميجرنج يونت اللي احنا اصلا شغالين بيها. يلا ندخل على كويشن 4. يلا نبدا في كويشن 4. correct the underline word the velocity is from scalar. يا راجل حرام عليك، لو قال لي لو سابها لي عايمه السكيلر يبقى سبيد، لكن طالما حط لي خط على السكيلر لا، وانا عارف ان الفيلوسيتي دي تعتبر فيكتور physical quantity. يعني ايه vector physical quantity؟ يعني has magnitude direction. has magnitude direction. vector has magnitude direction. vector has magnitude direction. اللي بعده the measuring unit of speed is meter per second square. لا طبعا انت عايز تضحك عليا، دي الميجرنج يونت بتاعت الاكسلريشن، لكن السبيد متر بير سكند فقط. speed وتايم ده اللي احنا لسه قايلينها. speed وتايم are the two factors which can be used to describe the motion. اتفقنا ان انا الموشن بقدر اوصفها بحاجتين، بديستانس وتايم. واتفقنا ان انا عندي الموشن دي كلمه عايمه قوي ما وضحتليش حاجات، فبعدها اضطرينا ان احنا نكنسل كلمه موشن وناخد مكانها كلمه سبيد. عشان كده رحنا عاملين القانون بتاع السبيد هو سبيد ما بين الديستانس والتايم، وطلعنا منه ان انا عندي السبيد ايكوال ديستانس اوفر تايم. خلي دماغك شغاله وافتكر اول باول. يبقى انا عندي تو ديسكرايب ذا موشن بيفرق معايا تو فاكتورز، الديستانس اللي انت مشيتها والتايم اللي انت اخدته. يبقى سبيد وتايم لا مش سبيد، هتكون ديستانس. A train moves at 120 km per hour. يعني كل 120 each 1 hour، كل ساعة بيمشي 120 كيلومتر. حلو الكلام. Then it cover a distance 200 كيلومتر within time 2 hour. لا خلاص بقى انت عايز تضحك عليا، ما انا قلت لك في كل ساعة الراجل ده بيمشي 120 كيلومتر. طب في خلال ساعتين مش عايزك تضحك عليا، يبقى 240 كيلومتر. يبقى هنا بيسأل عليها ويقول لك في خلال ساعتين، يبقى الراجل ده اتحرك قد ايه؟ يبقى الراجل ده اتحرك 240 كيلومتر. اللي بعده بيقول لك what's mean by an object move a distance 60 متر. يبقى انا عندي كده الديستانس and amount of displacement equal 0، وعندي كده الديسبليسمنت بزيرو. طب تعالوا نرسم ونشوف القصه دي ازاي يبقى عندي ديستانس وما عندي ديسبليسمنت بزيرو. بصوا يا شباب، ديسبليسمنت بزيرو يبقى النقطه اللي انت بدات فيها هي اللي انتهيت فيها على طول. مطرح ما بدات هو انت انتهيت، يبقى انت كده الديسبليسمنت بزيرو. ليه؟ عشان انت مش قادر تعمل. لو تفتكروا الديسبليسمنت اتس ذا شورتست ستريت لاين بين الستارت والاند. طب انا لو الستارت والاند عندي النقطه نفسها هي يبقى كده الشخص النقطه اللي بدأ فيها هو اللي انتهى فيها، يبقى انا مش هقدر اعمل ستريت لاين. يبقى انت بمنتهى البساطه الديسبليسمنت هتبقى ايكوال 0. طب تعال نرسمها حتى لو هو مش طالبها. انا عندي شخص بيقول لك اتحرك من نقطه A راح ل B، قال لك الديستانس ب 60 والديسبليسمنت بزيرو. يبقى انا عندي الراجل ده مكان ما بدأ انتهى. يبقى الراجل ده راح 30 متر وراح رجع تاني نفس ال 30 متر. عشان كده الستارت بوينت اللي هو ال A هو نقطة الستارت ونقطة الاند. يبقى هنا الديسبليسمنت فعلا عندي بزيرو، وهنا الديستانس هي كل المسافة اللي الراجل مشيها، اتس ذا اكشوال لينث. يبقى هو راح 30 متر ورجع 30 متر، فهنا الديستانس هتكون ب 60 30 بلس 30، لكن الديسبليسمنت هتبقى ايكوال 0 عشان الستارت بوزيشن هو الاند بوزيشن. يبقى نقول له ايه؟ نقول له this means
that the final position is the same as the starting position. النقطة اللي بدأ فيها هو اللي انتهى فيها. طب تاني حاجة بيسأل على positive acceleration، ده definition صريح. يعني ايه positive acceleration؟ يعني الراجل ده بنزين، يعني الراجل سرعته عمالة بتزيد مع الوقت. نكتبها له ازاي؟ نقول له it's the acceleration by which the object moves when its speed increases by equal values through equal period of time. بتزيد بمعدل ثابت في خلال وقت ثابت. اخر حاجه a moving object its initial speed 7.5، يبقى دي ال V1. كل ما تلقى حاجه جديده اكتبها بره على طول. and the acceleration equal 10 meter per second square، يبقى انا عندي الاكسلريشن equal 10 meter per second square. calculate the time، يبقى هو عايز مني التايم. زي ما انت شايف كل نقطة بقراها اروح كاتبها على طول. at which the final speed becomes 4 times its initial speed. واحدة واحدة. يعني ايه 4 times؟ 4 اضعاف. يبقى هو المرة دي ما ادالكش رقم، هو حكى لك حكاية. قال لك الراجل ده كان ماشي بسرعة 7.5، سرعته اتغيرت زادت لقد ايه؟ ما قالكش الرقم بالظبط، بس جابها لك بشكل تاني. قال لك زادت 4 times becomes 4 times، 4 اضعاف its initial speed. طيب انا عندي الانيشال سبيد عندي ب 7.5، يبقى الفاينل سبيد 4 اضعاف، يبقى 4 times 7.5 يعني هتديني 30 متر بير سكند. خلاص اتس ايزي. انا عندي اكسلريشن، عندي V1 عندي V2، محتاج اجيب التايم. سهله. تعالى لي كده، انا عارف ان الاكسلريشن ايكوال V2 ماينس V1 اوفر التايم. طب انا عايز التايم يبقى لوحده، بدل لي طلع لي ده بره ودخل لي ده مكانه. يبقى انا عندي دلوقتي التايم ايكوال V2 ماينس V1 اوفر الاكسلريشن، يعني ايكوال ال V2 اللي هي هتكون ب 30 ماينس ال V1 اللي هي 7.5 اوفر الاكسلريشن اللي هي ب 10. تعالوا نحسبها مع بعض. هتديني 2.25. انا بقيس ايه؟ انا بحسب ايه؟ بحسب تايم. طب التايم عندي الميجرنج يونت بتكون ايه؟ ما ننساش الميجرنج يونت بيكون عليها درجات، نص درجه، فاتس فيري امبورتنت. طب انا التايم عندي مستر ده ممكن يتقاس بالسكند، وممكن يتقاس بالاور، وممكن يتقاس بالمينت، وممكن يتقاس بكل حاجه. اللي بيحدد لي هو الميجرنج يونت اللي احنا شغالين بيها كلها هنا ايه. يا مستر ده انا عندي السبيد متر بير سكند والاكسلريشن متر بير سكند باور 2، يبقى انا شغلي كله بالسكند، يبقى التايم عندي هيكون 2.25 سكند. وكده احنا حلينا الاكزام اللي احنا اخدناه في الجنرال، وحلينا كمان بعض الاسئله اللي مش موجوده هنا، بس قعدنا نفكر فيها ونفتكر بيها ونفكر بيها بعضينا لغايه ما احنا عملنا ريفيجن سريع على يونت 1. يونت 1 يا شباب مهمه جدا، عليها درجات كبيره جدا، اهم يونت عندنا في المنهج، افكارها طول الوقت جديده، افكارها طول الوقت متجدده، هتعتمد فقط على حلك ومجهودك طول الوقت، مش على مذاكرتك فقط. استاذنكم يا شباب، محتاجين نحل كتير. اللي يقف معاه اي جزء يبعت لي، اللي عنده اي مشكله في اي جزء مش فاكر شرحها مش فاكر طريقتها يبعت لي ونفتكرها سوا ونفكر فيها سوا. ربنا معاكم، مفيش حل، كلنا هنجيب الفول مارك. شكرا.